وكمان بتشد البشرة جدا، هتشلك كل الجلد الميت، هتدي نضارة ملحوظة. شايفين الفرق؟ تعالوا بينا على الوصفة يلا عشان ما اطولش عليكم. سموا بالرحمن، صلوا على الرسول، وده شعارنا. اول حاجة 4 معالق من القهوة او بديل القهوة مش هتفرق. هتجيبي عليهم كوباية مية مغلية، اهم حاجة علشان هنضيف مكون دلوقتي لازم يسيح معايا، ولازم مية مغلية. هنعمل ايه بقى؟ هتجيبي اي نوع صابون عندك تكون كريمي، تكون كمان ريحتها حلوة، عشان وانتي بتغسلي وشك وايدك ممكن تكوني بتاخدي شاور الريحة تثبت وتكون جميلة. مهم جدا هنا ان الصابونة تكون كريمي، انا مش عايزة جليسرين. الصابونة اللي هنعملها دي اقوى واقيم من اي غسول انت تكوني بتشتريه، حتى لو براند عالي وغالي جدا. الصابونة دي ممكن تعمليها كادو، ممكن تعمليها لنفسك، ممكن تعمليها مشروع تنفع ليكي ولزوجك. يعني بصوا استخداماتها كتير جدا. هنجيب البشر بتاع الصابون حوالي 5 6 معالق من صابونة كريمي، وهنحطها في المية بالقهوة، ونضيف عليها بقى معلقة من الكاكاو الخام الغير محلل. الكاكاو المحلل اللي هو بالسكر مش هينفع معانا خالص. تمام. ومحدش يقولي بقى ان ممكن نحط مثلا نسكويك، او في اسئله ساعات كتيره جدا بتجيلي بالشكل ده. لا، ما ينفعش، لازم كاكاو خام غير محلل. هندوبه كويس جدا، وهنضيف بقى اضافات قمر دلوقتي هتعزز معاكي التفتيح والترطيب وكل حاجه. هضيفي معلقه من الجليسرين، ده اساسي عشان عايزين الصابونه ترطب معاكي خصوصا في فصل الشتاء. وكمان عايزين نضيف معلقة من الحليب البودر، تفتيح رهيب. وهنضيف كمان معلقة من الشوفان المطحون. هتجيبي كده معلقتين من الشوفان وهتطحنيهم بودر عندك في المطحنة في البيت، وبعدين هتضيفيهم. ليه الشوفان يا ميسو؟ علشان الشوفان بيشيل طبقة كبيرة من الجلد الميت، بيدي نضارة ملحوظة، بيخلي بشرتك زي البيبي فيس، بيخلي بشرتك بيبي فيس، يعني زي بشرة الأطفال كده بالظبط، وبيقفل المسامات وبينضفها. بصوا جميل، يعني لازم الشوفان يخش في الوصفة دي. طب لو بشرتي حساسة ينفع استخدمه؟ ينفع استخدمه، بس اهم حاجة يكون مطحون بودر ناعم. ممكن حد بقى يسألني ينفع اضيف الشوفان مش مطحون؟ طب وليه؟ اطحنيه افضل عشان بشرتك كمان لو حساسة ممكن ان هي يعمل لها جروح كده وانتي بتحاولي انك انتي ترغي صابونه على بشرتك. طبعا انا هنا ضفت شويه من الشوفان تاني علشان خاطر بس احس ان الشوفان عندي بحبه جدا للبشره، فنسبته تكون اعلى شويه. هضيف اخر مكون معايا وهو معلقه من او معلقتين من ميه الورد. طبعا ميه الورد غنيه عن التعريف، بتقفل المسام، بتدي نضاره ملحوظه. غير كمان ان هي بترطب البشره، بتفتح طبعا مع الاستخدام المتكرر. قلبيهم وجيبي قالب سيليكون عندك او حتى قوالب التلج لو ما عندكيش قوالب سيليكون، وابتدي بقى عبي الصابون بتاعك ده كله في القوالب اللي عندك، وحطيها في الفريزر تجمد. وبعدين ابتدي بلي المكان اللي انت عايزه تغسلي او تفتحيه، ورغي الصابونه دي زي ما شفتي كده في بدايه الفيديو. بجد النتيجه تجنن. وده طبعا بيكون شكلها بعد ما نزلت من الفريزر. لو عجبك الفيديو النهارده ووصفتي ادعميني بلايك وشير.